الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا، فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحباب قناة المجد للأطفال في حلقة جديدة من برنامج هنا الرباط. هل أنتم مستعدون لركوب قطار المتعة والمعرفة؟ فنحن أوفياء لكم، فابقوا معنا. هنا الرباط، هنا الرباط. فقرتنا الأولى نقدمها لكم بأنغام الفرحة والسرور والإعداد لقدوم عيد الأضحى المبارك. تابعوا معنا هذا التقرير من مدينة فاس لنطل معكم على أجواء ما قبل العيد. لم يتغير شيء في هذا العيد، فالأسواق مليئة بالمتسوقين، والخراف ثمينة وغالية كما في السنوات السابقة. هذه شاحنات بيع الأغنام المتنقلة التي تقف بقرب الأسواق التي حددتها بلدية المدينة من أجل فك الاختناقات المرورية في الأسواق المفتوحة لبيع الأغنام. حركة البيع والشراء في نشاط ملحوظ، وككل عيد ينشغل الناس بالحديث عن الأضاحي وأسعارها. هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط. فيما امتلأت شوارع وأزقة مدينة فاس بتجار وباعة لوازم العيد، من توابل وأدوات الذبح إلى الجبن والفحم والخضر. هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. وقد تأثرت الأسواق بالأزمة المالية، وهو ما وضحته الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار بالمغرب. ورغم ذلك فأغلبية المغاربة يحرصون على أداء شعائر عيد الأضحى التي تبدأ بنحر الأضحية ثم توزيع اللحوم على الفقراء والجيران والأصدقاء. وتجدر الإشارة أن المغاربة يفضلون أداء تلك الشعائر في بيوتهم وبأيديهم دون الالتجاء لخدمات الذبح مقابل أسعار رمزية. هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا، فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا. تقاليد العيد بالمغرب لا تتوقف على الأضاحي، حيث تستعد الأسر إلى إعداد الولائم ودعوة الأهل والأحباب لحضورها. لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا. عيدكم مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. أقدم التهاني الحارة إلى أمي وأبي وإخوتي وعائلتي. عيد مبارك سعيد، أحبكم جميعا. عيدكم مبارك سعيد. ها هو العيد الكبير حل في بلادنا الحبيب، الكل صغارا وكبارا على حد سواء، متحمسون للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة. فريق البرنامج تابع أطوار هذا اليوم وأعد لكم التقرير التالي. حقيبة المراسلين. الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك في مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية يتميز عن غيره من المناسبات الدينية، فهو العيد الكبير كما هو الحال في باقي المدن المغربية، عادات وتقاليد خاصة سواء في البادية أو المدينة.
تجعل من عيد الأضحى مناسبة فرحة لكل الناس. مليئة في كل حين حقيبة. وهكذا يبدأ يوم العيد عند أهل فاس بعد صلاة الصبح، حيث يستعد الرجال والنساء والأطفال على حد سواء للتوجه نحو المساجد والمصليات لأداء صلاة العيد. وتجد الأطفال متحمسين برفقة آبائهم بلباس جديد، تعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة العظيمة عند المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا معاشر المسلمين، من المأمورات التي أمرنا الله بها، أمرنا الله عز وجل بالقيام بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد أداء صلاة العيد، أول من يبدأ بالذبح هو إمام المصلى أو مسجد المدينة، ليعلن عن انطلاق النحر في البيوت والمنازل. وغالبا ما يشرف على العملية رب الأسرة، ونادرا ما يتم استدعاء الجزار للقيام بذلك. وفي جو يغمره المرح والسرور ينخرط الجميع في عملية السلخ والتقطيع والشواء وباقي الأشغال الأخرى. وبعد انتهاء من عملية الذبح والسلخ تبدأ عملية أخرى، وهي التحضير لوجبة الفطور من سقط الخروف، الكبد والقلب، وغالبا ما تعده النساء والبنات. فيكون أفراد الأسرة قد ساهموا في إنجاز أشغال البيت خلال هذا اليوم، رجالا ونساء وأطفالا. وفي المساء تستعد الأسر للقيام بزيارة الأقارب والأحباب أو استقبالهم. مليئة في كل حين حقيبة المراسلين، مليئة في كل حين بكل ما يروقكم يا إخوة المشاهدين، بكل ما يروقكم يا إخوة المشاهدين. أقدم التحيات وأقدم التهاني لأفراد أسرتي وأفراد عائلتي وأصدقائي، وعيدكم مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد. أقدم التهاني لجميع الأطفال المسلمين. في عيد الأضحى المبارك يتوجه المحسنون من أهل الخير بالمغرب إلى المؤسسات الخيرية قصد اصطحاب أحد الأيتام حتى لا يحرم من فرحة أجواء العيد. كاميرا البرنامج وكبت إحدى الأسر الكريمة بمدينة فاس، وهي تقصد بهذه السنة الحميدة. بدر الأزهري طفل يتيم الأبوين، نزيل بالخيرية الإسلامية بمدينة فاس. لما سألناه عن اسمه أجاب وهو لا يبرح اللعب مع الطفل هيثم صغير الأسرة التي احتضنته خلال أيام العيد. أنا اسمي بدر بن عبد الله. بدر الأزهري لا يعرف والديه، يبلغ من العمر 8 سنوات. نشأ بين جدران مؤسسة خيرية وتربى على يد مؤطرها بعيدا عن حنان وعطف الوالدين. وخلال 8 سنوات التي أقامها بهذه المؤسسة الخيرية لا يعرف شيئا عن ما وراء جدرانها. كتب له هذا العيد أن يقضيه مع أسرة بن عبد الله. أغلبية الأسر المغربية تستقبل الأيتام، تيدوزوا مع فرحة العيد لأن محرومين من الحنان، من الدفء الأسري، محرومين من العدد ديال الأشياء. ما هذا أغلبية الأسر المغربية تستقبل الأيتام، تعتني بهم وتيدوزوا معها العيد مع الوليدات ديالهم، وتينشطوا تاهما وتيحسوا بواحد الدفء ديال واحد النشاط مع الأبناء ديالهم ومع الأطفال ديالهم كلهم. تيدوزوا معهم ذاك المناسبات العيد وتينشطوا معهم. أول مرة تتخطى قدم بدر الأزهري مؤسسة الخيرية الإسلامية إلى الخارج، وكذلك الحال بالنسبة إلى باقي النزلاء، ويبقى الحال على وضعيته في انتظار محسن أو كافي. عقيدة المراسلين
في مثل هذه المناسبات يتوجه المحسنون إلى المؤسسات الخيرية قصد اصطحاب أحد الأيتام، لذلك يدخلون البهجة والسرور على هؤلاء المحرومين من أبناء الأمة. وهذا ما يقوم به السيد محمد بن عبد الله في كل مناسبة العيد، وله الأجر والثواب، فكافل اليتيم ينال صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. مشيت للخيريه، نتسنس واحد الدري اللي تيجي عندي واحد اخر لقيتو داتو واحد الدكتوراه، وقلت انا عاود غناخذ واحد اخر وفيها عدد ديال الاطفال اللي هذا، وكاينين بزاف د الاسر المغربيه اللي تيجيو يحتضنوهم، كل واحد تيجي تيدي واحد جوج، كل واحد على حسب هذاك تيديهم وتياخذهم يدوزوا معاهم العيد مع وليداتهم، تنشطوا معاهم، تيدوزوا معاهم ديك المده ديال العيد كلها. ولم يشعر هذا اليتيم بالغربة بين أبناء وأسرة ابن عبد الله، شعر بالأنس والانسجام، وهو يمرح ويلعب ويتسابق مع هاشم الصغير. وهكذا قاد بدر أيام العيد رفقة أسرة ابن عبد الله، لا يشعر بنقص من متع الحياة، متمنيا أن تطول مدة إقامته أو تكرارها في مناسبة قريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي مريم ياسين، تلميذة بالقسم السادس في مؤسسة الرسالة بفاس. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أقدم تهاني لجميع أطفال العالم الإسلامي بصفة عامة، وجميع أطفال العراق وفلسطين بصفة خاصة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعداء الإسلام، وأتمنى لهم السلامة والهناء والعافية. هل تعلم أن الإصابة بمرض السكر قد يرجع إلى الكسل وعدم العمل؟ هل تعلم أن المشروبات الغازية تسبب عسر الهضم وزيادة الوزن؟ هل تعلم أن بكتيريا اللثة قد تسبب نوبات قلبية؟ هل تعلم أن كثرة المسكنات للصداع تفاقم متاعب الصداع؟ هل تعلم أن 7 ساعات لا تكفي للنوم إذا كنت تعمل بجد، وأنك تحتاج ما بين 8 إلى 10 ساعات لتقوم بكامل نشاطك؟ تألم أطفال المغرب وعبروا عن حزنهم ومواساتهم لأطفال غزة الجارحة الذين يقتلون ويذبحون على يد العدو الصهيوني. وللتنديد بهذا الإجرام نظم آلاف الأطفال المغاربة مسيرة تضامنية بالعاصمة الرباط. لنتابع التقرير التالي. شارك الآلاف من الأطفال المغاربة في مسيرة تضامنية يوم الأحد بالرباط مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي. دعت إليها مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني. أنا تنضم مع المسيرة اللي دايرين وتنتمناو يوقفوا الحصار إسرائيل، يوقفوا عن غزة، وشكرا. وندد الأطفال المشاركون في هذه المسيرة التي نظمتها رابطة الأمل للطفولة المغربية والتي واكبتها وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق القنابل الفسفورية على الشعب الفلسطيني بالقطاع. ورفع الأطفال المشاركون الأعلام الوطنية والمغربية والفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات تشجب العدوان العسكري الإسرائيلي. وجابت المسيرة شارع محمد الخامس انطلاقا من ساحة البريد في أجواء طبعها تنظيم محكم. أصبحت مدينة إفران من المراكز السياحية بالمغرب، طبيعة خلابة
وجبال شاهقة ومياه عذبة رقراقة. إنها سويسرا الصغيرة كما يلقبها كثير من المغاربة. للمزيد من المعلومات إليكم هذه البطاقة. غريب يا بلاد الملاحي. إفران أو سويسرا الصغيرة مدينة مغربية مبنية على الطراز الأوروبي، تقع قرب مدينتي فاس ومكناس بإقليم إفران، وتعداد سكانها أكثر من 13,000 نسمة. يا بلاد الملاحي مغرب. إفران كلمة أمازيغية وتعني الكهوف، والتسمية تدل على المغارات المنتشرة حول محيطها الطبيعي. اسمي مريم مرابط، جئت من طنجة إلى إفران، ومناظرها كثيرا تعجبني. قديما كان يطلق عليها لقب أورتي باللهجة المحلية، أي البستان أو الحديقة بالعربية. يا بلاد الملاحي. تلقب بسويسرا الصغيرة لطابعها الأوروبي ولجمالها وجبالها الشاهقة، حيث تزاول رياضة التزلج، كما تتوفر المدينة على العديد من الطيور والحيوانات النادرة. اسمي شيماء مزوري من مدينة طنجة، عمري 9 سنوات. أتيت إلى بشليفن لكي ألعب بالتزحلق، وتعجبني هذه المنطقة الجميلة. تعتبر إفران من أقدم المدن المغربية الجبلية، والتي تقع على ارتفاع 1655 مترا فوق سطح البحر، إذ يميزها البرد القارس والثلوج التي تغطي سفوح جبالها في الخريف والشتاء، واعتدال الجو في الصيف والربيع، فهي تستهوي الزوار بشلالاتها المائية والطبيعة الخضراء الخلابة. اسمي فيصل مرابط، أتيت من مدينة طنجة إلى مدينة إفران، وأستمتع بمناظر الثلوج وألعب في هذه المنطقة الخلابة. ومدينة إفران منطقة سياحية يقصدها الناس والأطفال كثيرا. إفران كما ينطقها سكانها الأصليون أمازيغ الأطلس حافظت على الطابع المعماري الخاص الذي أقامه المستعمر الفرنسي في عام 30 و900 وألف، واستمرت البلدة في المحافظة على هذا الطراز المعماري الأنيق الشكل، والذي يستوحي أناقة البيوت الشتوية الجبلية التي توجد بالمحطات العالمية. أنا اسمي هدى مزوري، عمري 7 سنوات. أذهب إلى مدينة إفران لأتنزه. إفران تعجبني، دايما تبقى نجيله. أصبحت مدينة إفران من أفضل الأماكن التي يقصدها الزوار الاستمتاع بالجو اللطيف والمعتدل، وأصبحت منتزها للعديد من الأسر المغربية والسياح الأجانب. مغرب يا أرض المكارم. كان يا مكان. كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسير في بعض طرق مكة في زيارة لواحد من الصحابة رضي الله عنهم، وفجأة رأى رجلا يرعى الغنم قد انحدر من الجبل، فلما رآه عبد الله قال له: أيها الرجل، هل أنت الذي ترعى هذه الأغنام؟ فقال له: نعم، أنا راعي الغنم. فقال له عبد الله: أريد أن أشتري منك شاة من الغنم، فهل تبيع؟ قال الراعي: أنا لا أمتلك الغنم، إنما أنا مملوك عند سيدي، فلا أستطيع أن أبيع شيئا منها. قال له عبد الله يريد أن يختبره:
قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فتأثر عبد الله بن عمر بهذه الكلمة وبكى، وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ ثم ذهب عبد الله مع هذا الغلام الراعي واشتراه من سيده، واشترى الأغنام كلها، ثم أعتق هذا الغلام وأعطاه الغنم هدية. قال له: لقد أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، فأسأل الله أن تعتقك يوم القيامة من النار. الدروس المستفادة: أن المسلم إذا ائتمنه أحد على ماله أو تجارته فلا بد أن يكون آمينا ولا يخونه أبدا، لأنه يعلم أن الله يراقبه وسوف يحاسبه يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة. وأن المسلم الأمين يفوز في الدنيا والآخرة. ولقد رأينا كيف أن هذا الغلام الراعي لما كان أمينا اشتراه عبد الله وأعتقه وأعطاه كل الغنم هدية. أعزائي الصغار، قارنوا بين هذا الخير الكبير وبين الموقف الآخر. إذا كان هذا الغلام خائنا فباع شاة واحدة وأخذ المال من الحرام، فمن الحلال الطيب فاز الراعي بالعتق فأصبح حرا وأخذ كل الغنم هدية، ومن الحرام كان سيأخذ شاة واحدة. قطارنا وصل إلى محطة النهاية. طاقم البرنامج يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط، هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. هنا الرباط مهدنا وأنسنا وسعدنا، لشاطئ لشاطئ يطوي الزمان وعدنا. فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا، فتابعوا لقاءنا ففيه بان مجدنا.